مكملين مع بعض في رحلتنا في شرح سيلابس الاي اس تي كي بي فيرجن 4، ووصلنا ل 1.4 اللي بيتكون من 3 points very important، مهمين جدا. تمام. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن التست اكتيفيتيز، وبيتكلم عن التست وير، وبيتكلم عن التست رولز. التست اكتيفيتيز دول 7 اكتيفيتيز. تمام. يبقى احنا عندنا حاجتين 7، عندنا ال 7 principles، تمام، واللي شرحناهم، وعندنا التست اكتيفيتيز هم 7 خطوات او 7 اكتيفيتيز. والتست اكتيفيتيز دول بيكونوا لي حاجه اسمها التست بروسيس. يبقى لما يقول لك التست بروسيس بتتكون من ايه، بتتكون من 7 تست اكتيفيتيز هنشرحهم بالتفصيل. حلو. طيب ايه التست وير؟ التست وير هي اي حاجه لها علاقه بالتست. يعني مثلا لو انا بعمل تيست بلاننج، فالتيست بلاننج كده هو تيست وير. لو انا بعمل تيست كيس، فالتيست كيس هي هي تيست وير. لو انا بكتب تيست سيناريو، هو التيست سيناريو تيست وير. اي حاجه بنطلعها بالتستنج او بندخلها عشان نعمل تيستنج، فهي واحده من ضمن التيست ويرز اللي لها علاقه بالتستنج. بعدين التست رول، وهو دور كل واحد وكل واحد بيعمل ايه في التستنج. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي مكتوب هنا. بيقول لك التستنج ده هو بيعتمد على السياق، زي ما شرحنا وقلنا قبل كده ان التستنج از كونتكست ديبندنت. حلو يا عم. بس لو بصينا على التستنج ده من الهاي ليفل، يعني من غير ما نخش بتعمق، يعني بشكل عام ان جنرال، هتلاقيه بيتكون من sets اوف ايه، اوف اكتيفيتيز، من مجموعه من الاكتيفيتيز. وكنا شرحنا الكلام ده في اول الشابتر، وقلنا ان التستنج مش وان اكتيفيتي، لا ده هو مجموعه من الاكتيفيتيز، وارجع للشرح هتلاقينا قايلين الكلام ده. من غير مجموعه الاكتيفيتيز ديت، التستنج less likely to achieve the test ايه objectives. هيبقى من الصعب عليه ان هو يحقق اهداف التستنج. من غير الايه الاكتيفيتيز دي هيبقى صعب عليه ان هو يحقق الاوبجكتيفز او الاهداف اللي هو المفروض يحققها. تمام. وزي ما قلت لك ان التست اكتيفيتيز دي بتكون حاجه اسمها التست بروسيس. تمام. طيب التست بروسيس دي ثابته؟ لا، التست بروسيس دي مش ثابته. ازاي عرفت الكلام ده؟ قال لك اهو، التست بروسيس دي احنا كان بي تايلورد نقدر نفصلها او نقيفها على الجيفن سيتويشن اللي عندنا، و according to various factors، according to عوامل كتيرة متغيرة. ماشي. بناء على السيتويشن اللي عندي انا هأيف البروسيس بتاعتي المكونه من مجموعه اكتيفيتيز. هنفذ بعض الاكتيفيتيز قبل اكتيفيتيز ثانيه، هشيل حاجات، هعملهم بشكل او بسيكونس مختلف. تمام كده. انا بأيفها على السيتويشن اللي عندي. تمام. هو بيقول لك هنا اهوت which test activities are included، هاخد ايه في التست بروسيس بتاعتي، وهسيب ايه، how they implemented، هعملهم ازاي، هرتبهم ازاي، وامتى هنفذهم واعملهم. فبيقول لك ان الحاجات دي اللي انا الترتيبه اللي همشي بيها بنقررها امتى، بنقررها في البارت بتاع التست بلاننج، وده هنشوفه بالتفاصيل اكتر في شابتر 5 ان شاء الله. تمام. طيب بيقول لك بقى ان السكشن اللي جاي دهوت هيقول لك الجنرال اسبيكتس بتاعه التست بروسيس. الجنرال اسبيكتس اللي هي عباره عن الاكتيفيتيز السبعه اللي قلنا عليهم بتوع التست بروسيس. وبيقول لك كمان، هيقول لك ايه التاسكس بتاعتهم، وهيقول لك كمان مدى تأثير السياق او السيتويشن اللي انا فيه على استخدامي للحاجات دي، على استخدام التست اكتيفيتيز دي. تمام. وبرده تأثير التست وير وعلاقتها بالتست اكتيفيتيز، سواء كانت بقى تيست وير زي ما قلنا، تيست كيس بتتكتب، تيست سيناريو بيتعمل، اي حاجه ليها علاقه بالتست تاثيرها ايه، وازاي بنعمل لهم تراسابيليتي مع بعض. يعني ايه بنعمل لهم ترسبيليتي مع بعض؟ يعني ازاي بنربطهم ببعض. من الاخر ترسبيليتي يعني ايه؟ زي ما اقول لك كده تتبع. تمام. يعني لما انا عايز اوصل مثلا، انا عندي مثلا تيست كيس. حلو. فتيست كيس دي لما رنيتها طلعت ديفكت او بج. حلو. طيب انا عشان اوصل للبج بتاعت التستايه بتاعتي دي، تمام، هل هروح ادور بقى، يعني مثلا احنا بيبقى عندنا تول معينه شغالين عليها، فانا لما بطلع تيست كيس، بعمل تيست كيس معينه، فالتيست كيس دي اللي انا عملتها دي طلع منها بج معين. حلو. فالتيست كيس بيكون ليها رقم، وليكن رقم مثلا 3. حلو. والبج دي بيبقى ليها اي دي وليكن 5، اي حاجه. حلو. فهل انا هروح ادور
بعد ما عملت التست كيس دي هروح ادور على البج بتاعتها وانا مش عارف رقمها كام، 5 ولا 10 ولا محطوطه هنا ولا محطوطه هنا، لا. يبقى في حاجه اسمها تراسابيلتي، انا رابط البج بالتست بتاعتها، بحيث لو انا دوست على الهايبر لينك بتاع التست مثلا فتحتها، فهلاقي جواها اللينك اللي يوديني دايركتلي على البج بتاعتها. حلو، ده اسمه تراسابيلتي او اسمه تتبع. فانا بعمل تراسابيلتي بين الايه، التست بيز اند تيست ويرز، وكمان بعمل تراسابيلتي ما بينهم وبين التست رول، مين الراجل اللي عمل ده، تمام، ومين اللي حلها، ومين اللي عمل الفيكس، مين الديفلوبر ومين التستر، وهكذا يعني. وهنا بيقول لك برضو انت لو عايز تعرف ايه معلومات اكتر about التست بروسيس، تقدر تروح للايه، للستاندرد دوت اللي هو عطوهولك. تمام. طيب تعال نعرف كمان الحته دي، بحيث المره اللي جايه نبدا على طول في التست اكتيفيتيز. بيقول لك هنا في التست بروسيس بتاعتي اللي هي مكونه من 7 اكتيفيتيز زي ما قلنا. دي قال لك usually consists of the main groups of activities اللي احنا هنوصفها او اللي موصوفين تحت. ماشي، هي عادة بتكون مكونة من الجروبز اوف اكتيفيتيز اللي هتشرحوا بعدين دول. بس يعني عدد كبير من الاكتيفيتيز ديت، تمام، باللوجيك كده الناس بتقول لك ان احنا بننفذهم ازاي. بننفذهم ورا بعض، يعني بننفذ التست بلاننج، وبعد كده التست ايه، التست مونيتورنج اند كنترول، بعد كده التست اناليسيس، بعد كده التست ديزاين، وهكذا بنفس الترتيب اللي هو محطوطين فيه ده. تمام. بس هل الكلام ده صح؟ هل احنا بننفذهم بشكل سيكونشال كده؟ تمام. الكلام ده مش صح. ليه بقى؟ قال لك احنا ساعات، تمام، بنimplement التست سيكونس دوت او التست بروسيس دي بشكل iteratively. يعني ايه بشكل iteratively؟ يعني بشكل تكراري. انا عملت النهارده التست بروسيس كامله وخلصتها، فممكن اعيدها تاني، اخلص واعيد، اخلص واعيد، اخلص واعيد. تمام. فده معناه ان هي ممكن يتم اعمل لها ممكن نعمل لها implementation بشكل ايه، iteratively، او ممكن نعمل لها implementation بشكل parallelly. ازاي؟ يعني مثلا عندي السيستم بتاعي مكون من اكتر من بارت، فانا في بارت منهم بعمل فيه التست بلاننج، وفي بارت تاني بعمل فيه التست كومبليشن، في بارت تالت بعمل فيه التست مونيتورنج اند كنترول. ماشي، فممكن اشتغل فيهم iteratively يعني ورا بعض، وممكن اشتغل فيهم parallelly مع بعض. تمام. في حته ان هم يكونوا بشكل سيكونس او ورا بعض، ده مش صح. تمام. This testing activities usually need to be tailored to the system and the project. زي ما قلنا ان التستنج بيعتمد على السياق في كل حاجه يا جماعه. وهنا في الاخر قال لك احنا الحاجات دي بنفصلها برضو، بنمسكها نعملها نقيفها، ونعملها نعمل لها تايلورد، او نعمل لها تفصيله كده على حسب السيستم او على حسب البروجكت اللي انا شغال عليه. نبدا ان شاء الله بالتست بلاننج في الفيديو